موسم 2017 2018 هو الموسم اللي فيه مفترق الطرق بين عشاق كريستيانو وميسي. ليه الكلام ده؟ عشان بعد 10 سنين استحواذ كامل لكريستيانو وميسي على جائزة البالون دور من 2008 لحد 2017، بتتكلم على ان المحصلة ان كريستيانو وميسي متساويين في الكرات الذهبية برصيد 5 لكل منهم. كريستيانو 2008 وعندك 2013 و14 و16 و17، في حين ميسي جاب 4 متتالية من 9 ل 12 وعندك 2015. وغير البالون دور فهم متساويين في الحذاء الذهبي برصيد 4 لكل واحد فيهم، وحتى دوري ابطال اوروبا متساويين باربع القاب. فموسم 2017 2018 هو الموسم اللي هيرجح كفة واحد فيهم على التاني، فبداية موسم رعب للثنائي ولمشجعيهم. قدر ليو في نهاية الموسم التتويج بالحذاء الذهبي الخامس ب 34 جول، لكن المنافسة ما كانتش بينه وبين كريستيانو، كانت المنافسة بينه وبين محمد صلاح في موسم البرايم لمحمد صلاح على المستوى الفردي. قدر ينهاها ميسي في النهاية بفرق جونين بينه وبين محمد صلاح بس، لكن عوضها كريستيانو رونالدو في بطولته المفضلة بأنه يكون هداف دوري أبطال أوروبا ب 15 هدف. وكالعادة أرقام الثنائي خيالية على المستوى الفردي. اليوم مساهم في نهاية الموسم على مستوى الأندية 63 جول، ورونالدو مساهم في 52 جول، واللي كان بينافسهم على المستوى الفردي في الموسم ده محمد صلاح بمساهمة 60 هدف. لحد دلوقتي الصورة ضبابية شوية، مش واضح مين الأفضل. نبص على الألقاب الجماعية وتأثير أهم اللاعيبة فرديا على ألقابهم الجماعية. صلاح للأسف في الموسم ده كان ينقصه التتويج، لكن كان موسم صفر ليه مع ليفربول وحتى مع منتخب مصر في كأس العالم. ميسي دوري وكان هداف والأكثر صناعة، وكاس ملك وساهم في صناعة هدفين وتسجيل هدف في النهاية ضد إشبيلية بفوز 5-0. أما رونالدو دوري أبطال أوروبا وحدث ولا حرج، هدافه ب 15 هدف، والسوبر الإسباني وهدف النهائي، وكاس عالم الأندية وهدف الفوز في النهائي. فبالمنطق كده الليلة بتدور حوالين ميسي ورونالدو كالعادة، لكن حصل سرقة للكرة الذهبية من لوكا مودريتش. السبب اللي بيحاولوا يقنعوك بيه ان الموسم ده موسم كاس العالم، ومودريتش بمنتخب متوسط هو كرواتيا قدر يوصل للنهائي وياخد مركز تاني واحسن لاعب في البطولة. طب فين مساهماته على مستوى الموسم كامل؟ تشوف مقارنته بباقي الاسماء اللي قلناهم اللي هم كريستيانو وميسي ومحمد صلاح، تلاقي مساهماته 9 مساهمات فقط لا غير. يجيبوا مبرر تاني، اصل جوائزه الجماعية مع اداؤه الفردي في مركزه اللي بعيد عن مناطق التهديف تقيلة. لو بصيت على المبرر ده يبقى الحق بالكرة الذهبية فاران اللي خد نفس بطولات مودريتش زي الكاس العالم اللي كسبها من مودريتش، او الاحق بيها جريزمان اللي خد اليوروبا ليج مع اتلتيكو مدريد وكاس العالم، وكان من اللعيبة المؤثرة جدا في البطولتين. في النهاية يا صاحبي السبب اللي انا مقتنع بيه ان الجائزة تروح لمودريتش مكان رونالدو بالاخص هو خروج رونالدو من الريال ليوفنتوس، اللي كان ليه اثر سلبي في دعم الهالة الاعلامية للريال وانتقلت لمودريتش في النهاية. فبالنسبة لي الحق بيها لكريستيانو لليونيل ميسي، والفرق ما بينهم مش كبير، ولو واحد فيهم اللي كان خدها مكان التاني ما كانش هيبقى حاجة صعبة او حاجة غريبة.